عبد الفتاح يا سيسي، انت كل يوم طالع لنا على التلفزيون في مؤتمر ومع الاطفال، وعايز توصل لنا ان الامور عندنا هادية وان احنا كويسين. يا عم احنا مش كويسين، سيبنا وامشي. عايز تقول لاسرائيل ايه وعايز تقول للغرب ايه والاعلام الغربي ان البلد كويسة؟ احنا بنقول لك مش كويسين، وهم عارفين ان احنا مش كويسين. سيبنا يا عم وتوكل على الله. انت قلت لنا قبل كده لما تكونوا، لو قلتوا مش عايزين نمشي انا همشي. احنا قلنا لك الف مرة توكل على الله وتشكر. سيبنا بقى، ولا انت عايز تتفرج علينا بناكل في بعضنا انت والظباط بتوع الجيش بتوعك؟ اللي جاي من السعودية معاه قرشين كفران بيهم بقاله كام سنة، وقفتوه في المطار وخدتهم منه. واللي بيبيع مخدرات بتطلعوه برا مصر، وكله بالقانون. والقانون ده عم بتاعكم مش بتاعنا. انتوا عاملين الدساتير ديت لنفسيكم. اللي على كيفكم بتمشوه، واللي مش على كيفكم بتطبقوه علينا احنا. اما احنا يا عم سيبنا بدل ما ناكل في بعضينا. مش مرتاحين لك وما احناش مرتاحين معاك، ولا انت هتنفعنا. انت حاطط ابنك في الرقابة الإدارية وما بيعملش حاجة. بعت النهر النيل بتاعنا ومضيت على الاتفاقية السوداء بتاعتك، وما احناش عارفين هنوصل معاك لحد فين. شركات وبتبيعها. توكل على الله قبل ما نقع اكتر من كده. ربنا يكرمك يا شيخ، ابعد عننا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. احنا ولا بنغلط ولا بنقول لك انت بيك ولا عليك، بنقول لك توكل على الله وامشي. سيب الناس في حالها عشان الناس استوت. الناس قاعدة بتاكل في بعضها. ومش هنتفق معاك، لان انت مشاكلك كبيرة عليك ومش هتعرف تحلها. ولو حلتها هيبقى حل مؤقت، مش هتحل. والله اوقات بقعد يعني اتفرج عليك واقعد اضحك. زانق نفسك وما انتش نافع حالك. توكل على الله وسيبنا وامشي يابا، الله يكرمك. انت راجل فاشل ما انتش نافع.